ربنا أحيانا ما بيقولكش لأ بصوت، لكن بيسحب من طريقك حاجة أو يبعدك عن حد أو يخلي الدنيا تقف فجأة من غير سبب واضح. بتسأل ليه؟ كنت ماشي كويس، كنت مبسوط، ازاي حاجة كنت حاسس انها هتكمل تختفي فجأة؟ بس الحقيقة مش كل فقدان خسارة، ومش كل وداع عقوبة. أوقات بيكون إنقاذ بس على هيئة كسر قلب. أوقات تبقى ماشي في علاقة والكلام حلو والونس موجود، بس جواك صوت ضعيف بيقول أنا مش مرتاح. وأوقات ربنا يبعتلك حد يقف، حد يقولك لأ كفاية كده، حد يقفل الباب مش لأنه بيكرهك، لكن لأنه بيخاف على دينه وعليك. أيوة، في ناس ربنا بيبعتهم إشارات، مش علشان يكملوا معاك لكن عشان يصحوك. اللي سابك وانت كنت غالي عنده ممكن يكون سابك علشان انت أغلى عند ربنا. الإشارات مش دايما بتيجي بالراحة، أوقات بتيجي بوجع، بس اللي بيفهم هيشكر بعدين حتى لو بكى دلوقتي. لما تلاقي حاجة حلوة مش بتكمل، اسأل نفسك هي ليه ما كملتش؟ يمكن عشان هتبعدك، وممكن ربنا أنقذك من معصية كنت شايفها حب.